تعالوا بقى كده معايا، النهاردة هنعمل وصفة مختلفة شوية من الفراخ. الفراخ وصفاتها كتير جدا ونقدر نتفنن فيها بطريقة خطيرة ونغير ونجدد. النهاردة الوصفة هتعجبكم جدا انا واثقة. يلا نبدأ. يلا بسم الله. اول حاجة هنجيب معلقة زيت على معلقة زبدة على سلايز من البصل، هننزل بالبصل على الزبدة لما تسخن، وبعد كده بشوية مشروم مش اساسي خالص، ده اختياري. حطينا عليهم ملح وسكر، ما نكترش ملح لان لسه هنحط بهارات. وبعد ما يتبلوا كده شوية هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الصويا صوص، وهنشوح كله مع بعضه كده لحد ما يتبلوا ويتشوحوا وياخدوا لون حلو كده، برونز كده تحفة زي ما احنا شايفين كده. هنشيله بقى لما ياخد اللون ده، وهننزل في نفس الطاسة بالفراخ بتاعتنا متقطعة سلايز، تقطعها بقى رفيعة تخينة براحتك خالص. انا بحب الفراخ عامة تبقى متقطعة تخينة. هنحط عليها بقى بهارات فراخ او مرقة دجاج وشوية من الفلفل الاسمر، وهنقلبهم كده مع بعض لحد الفراخ ما تتشوح حلو قوي وتستوي تقريبا. وبعد كده هنروح مرجعين البصل والمشروم تاني عليها وهنديهم برضو تقليبة. واخر حاجة خالص هننزل عليها بشوية من المستردة، شوية حلوين يعني برضو تقريبا معلقتين كبار زي الصويا صوص، وهنشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه. اخر حاجة خالص بعد ما طبعا كل ده كده استوى تماما، هننزل بقى عليها بجبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، شيدر صفرة، شيدر حمرا، اي حاجة متاحة عندك. ونسيبها بقى لحد على نار هادية جدا لحد الجبن دي ما تسيح وتدينا المطة التحفة كده. كله بقى اجمد شوية تشيكن تشيز، تحفة 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 بالمشروم، طعمها تحفة غنية جدا، وفعلا بلا مبالغة ما بتاخدش وقت تماما، 10 دقايق بجد وهتكوني خلصتي الوجبة دي. وطعمها جامد جدا جدا، هتاكلي احلى سندوتش، اجمد من الشاورما واجمد من سندوتشات كتير جدا احنا بنجيبها من برا. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.